المكيف شغال على 16 وبرضه حاسس ان الغرفة كاتمة والجدران بتطلع حرارة، قبل ما تغير المكيف وتخسر فلوسك تعال اقولك السر وانا في الطريق. المشكلة في حاجة بنسميها هندسيا الجسور الحرارية. تخيل ان بيتك معزول بالكامل، لكن عندك أعمدة وجسور خرسانية مكشوفة للشمس مباشرة. الخرسانة دي هتشتغل زي الجسر، تنقل الحرارة اللي ممكن توصل 50 برا لداخل الغرفة عندك مباشرة. والكارثة الأكبر فين؟ في فريمات الألمونيوم العادية للشبابيك أو الزجاج العادي. برضو الألمونيوم موصل جبار للحرارة، فهتلاقي الشباك يدخلك حرارة أكتر من قدرة المكيف نفسه. ولو المكيف قوي هيزيد استهلاك الكهرباء. طب ايه الحل لو انت لسه هتبدأ في مرحلة المباني؟ احرص على عزل الأعمدة والميدات والكمرات الجسور خارجيا، نظام الجدارين او العزل الخارجي الكامل. استخدم شبابيك سيرمال بريك عازل حراري مش ألمونيوم عادي. ولو بيتك جاهز وبتعاني، جرب حلول بسيطة زي الستاير المعتمة التقيلة أو أفلام العزل الحراري للزجاج. وممكن تزرع شجر يضلل على بيتك. تأكد إنك لو عزلت الجسور الحرارية مكيفك هيرتاح وجيبك هيرتاح من فاتورة الكهرباء. لو حصل معاكم إن الغرفة تكون حارة والمكيف شغال، اكتبولي تجاربكم في التعليقات. أنا مهندسكم اون رود، ضربكم خضر وأعماركم صخر.